احلى تحيه على ملوك الملخصات. قبل ما نبدا ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، ويلا بينا نبدا. حكايه النهارده بتبدا في الهند، وبنشوف عناصر من الجيش الهندي وهم بيأمنوا مدرعه شايله سلاح سري خطير. وفجاه بنشوف هجوم على عناصر الجيش الهندي، لكنه مش بيكون هجوم عادي، لان العناصر الاجراميه معاهم مدرعات ودبابات واسلحه تقيله. وبنشوف قائد جنود الجيش الهندي وهو بيحمسهم للمقاومه وبيطلب منهم يحافظوا على المدرعه اللي شايله السلاح السري. لكن بنشوف هليكوبتر راكب فيها مقنع ويفتح النار على عناصر الجيش الهندي. وبعد قتال كبير بتكون المعركه مش متكافئه، فالمقنع ورجالته بيتفوقوا في الاخر. وبينزل المقنع من الطياره وبيروح يتكلم مع قائد الجنود وبيسأله انت تابع كتيبة ايه. ولما القائد بيرفض يرد بيفضل المقنع يعدله في الكتايب كأنه حافظهم كلهم. وفي الاخر بيستولى على السلاح وبياخده ويمشي. وبنروح على مدينة شنغهاي في الصين، وبنشوف ميشا واللي هي عميلة في الجيش الهندي، وهي بتقابل جاسوس صيني اسمه تشان. وتشان بيقول لها ان المقنع غالبا كان بيشتغل مع الجيش الهندي، وده لانه عارف خطورة السلاح اللي اخده، وانه ما بيشتغلش لصالح اي منظمة وبيشتغل لحسابه الخاص. وبنشوفه وهو بيتكلم بياخد رصاصة في دماغه وبيموت في الحال. فميشا بتجري ورا اللي قتله وبيكون شخص مقنع برضه. واول ما بتقرب منه بترميه بسكينه بترشق في ظهره، لكنه بيشيل السكينه وكانها ابره صغيره وبيلف يواجه ميشا. وفي اثناء ما هما في المواجهه ميشا بتضربه فبيتخبط في باب حديد وبتخش حديده جوه رقبته، فبيخرج الحديده وبنلاقي ان جرحه بيلم في ثواني وكأن مفيش حاجه حصلت. وميشا بيجي لها ذهول وما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل، وبيرفعها المقنع وبيحدفها بعيد وبيهرب. وبنشوف وزير الدفاع في غرفه العمليات مع القاده، وبيكونوا لسه مش مستوعبين الموقف وبيحاولوا يدوروا على حلول عشان يرجعوا السلاح السري. وبنشوف الجنرال ازاد وهو بيعرض فيديو للمقنع، والمقنع بيقول فيه ان الحرب بدأت ما بينهم بسبب اللي عملوه فيه زمان. وبيقول لهم ان هو راجع ينتقم وانه عارف قيمه السلاح اللي اخده كويس. وبيقول لهم ان خلال ايام هيمحي الهند من على الخريطه، وبيتحداهم لو حد فيهم يقدر يوقفه. وبتدخل ميشا غرفه العمليات وبتحكي للوزير والجنرال ازاد عن اللي حصل مع تشان، وانه اتقتل. وقبل ما يتقتل قال لها ان المقنع اكيد كان شغال مع الجيش قبل كده. والوزير بيكلف الجنرال ازاد انه يعرف مكان المقنع ويرجع السلاح السري للجيش. وبعدها بيروح الجنرال ازاد وميشا على مكتب ازاد وبيفكروا في طريقه تخليهم يوصلوا للمقنع. وبتحكي له ميشا عن المقنع اللي واجهته امبارح وازاي انه ما بيأثرش فيه السلاح وانه جروحه بتلم في ثواني. فالجنرال ازاد ما بيقتنعش بالكلام وبيقول لميشا ان مفيش حد يقدر يقوم بالمهمه دي غير شخصين بس. وبيوريها صورتين لابطال حكايه النهارده، وهم اتنين ضباط مفصولين من الجيش الهندي. الاول اسمه فيروز لكن بيقولوا له فريدي، اما التاني فهو ركيش وبرضه بيقولوا له روكي. فبتساله عنهم وعن سبب ثقته فيهم رغم انهم مفصولين من الجيش. وعشان نعرف مدى قوتهم بيحكي لها عن عمليه عملوها مع الجيش الهندي، ويقول لها ان كان في مواجهه بين المخابرات الهنديه وجماعه واحد اسمه جمال في افغانستان، وقدرت المخابرات انها تقتل جمال قائد الجماعه. فابنه يحيى اصبح القائد من بعده، وخطف السفير الهندي وعيلته عشان ينتقم لابوه. وكان مطلوب من فريدو وريكو انهم يرجعوا السفير وعيلته من قلب مكان الجماعه، وانه بسبب الطبيعه الجبليه لمكان الجماعه فالطياره هتنزلهم على الحدود بعيد عن المكان، وهيبقى معاهم حصانين يوصلوا بيهم لهناك ويعدوا الحدود ويرجعوا لمكان الطياره بعد ما يخلصوا العمليه. وبنشوفهم فعلا بداوا المهمه، واول ما بيوصلوا لمكان الجماعه بيبتدوا يتسللوا من غير صوت. وروكي بيستخدم الاسهم وبيقتل الحراس واحد ورا التاني، وفريدي بيكون معاه سكين بيخلص بيها على عناصر الجماعه. وبعدين بيخرج مسدس كاتم للصوت وبيتعامل بيه. وبنشوفهم هم داخلين بيوزعوا قنابل في كل مكان، وده طبعا عشان تامين الخروج. وبرغم العدد الكبير اللي قدامهم لكنهم بيخلصوا على كل اللي بيواجههم. وبنعرف انهم فعلا اتنين في العدد لكن بقوه كتيبه، وفعلا بيوصلوا لمكان الرهاين وبيفكروا في طريقه الخروج. لكن بيظهر اتنين من عناصر الجماعه وبيتواجهوا معاهم وبيتغلبوا عليهم، لكن فريدي بيضرب واحد منهم بالرجل فبيقع من الشباك. وهنا بقى الجماعه بياخدوا بالهم ان في غريب جوه، وبيشوفوا فريدي وروكي وهم في الشباك وبيبداوا ضرب النار، وكمان بيضربوا على المكان بار بي جي. لكن فريدي وروكي بيقدروا يخلوا الرهاين في مكان بعيد عن ضرب النار. ولما العناصر بره بيلاقوا ان مفيش صوت بيفتكروا ان كل اللي جوه ماتوا، لكن الصوت بيطلع من جنبهم وهو صوت القنابل اللي زرعها فريدي وروكي وهم داخلين واللي بيفجروها عشان يامنوا الخروج. وبنشوف فريدي وروكي وهم خارجين وبيبداوا ضرب النار على عناصر الجماعه، وفعلا بيقدروا يامنوا خروج السفير وعيلته وبيكملوا تفجير القنابل اللي زرعوها وهم داخلين. وبتكون المهمه قربت تنتهي بنجاح، لكنهم وهم خارجين بيلمحوا جمال قائد الجماعه واللي المفروض ان هو اتقتل على ايد المخابرات الهنديه. فبيعرفوا ان هو ما ماتش وانه خلى يحيى ابنه قائد الجماعه عشان يبعد نفسه عن الانظار. وهنا فريدي وروكي بيفكروا يرجعوا الجمال، لكن الجنرال ازاد بيكون رافض وبيطلب منهم ان هم يمشوا بالرهاين. لكن بنت السفير بتقول لهم لو سبتوه هيخطف ويقتل غيرنا. فبيقرروا يرجعوا الجمال تاني وبيدخلوا عليه، وبيكون جمال واثق من نفسه ومش خايف منهم، وبيقول لهم ان دي ارضه ولو اخدوه معاهم مش هيقدروا يعدوا بيه الحدود. ففريدي بيقول له احنا هنوفر عليك المشوار، وبيقتلوا وبيرجعوا ياخدوا الرهاين ويمشوا. وبنشوف يحيى ورجالته وهم بيطاردوهم، وبيكون روكي بيهرب بعربيه الرهاين وفريدي بيهرب بالحصانين، وبيرموا على اللي وراهم قنابل عشان يعطلوهم. لكن بتفضل المواجهه شغاله وبيحاولوا يامنوا الرهاين، وفعلا بيوصلوا عند الطياره. وهنا بنشوف روكي وهو بيدور على جهاز التفجير بتاع القنابل، لكنه بيكتشف انه وقع منه ويحيى بيلاقيه. فبنشوف فريدي وروكي وهم بيترجوا يحيى انه ما يضغطش على الزرار، لكن يحيى طبعا بيضغط على الزرار عشان يفجرهم. وبنكتشف ان هم كانوا بيلعبوا على يحيى وان القنابل كانت تحت يحيى ورجالته، وفعلا بتنفجر فيهم وبيموتوا كلهم. وبيبقى فريدي وروكي عملوا 3 مهمات في مهمه واحده. وبنرجع تاني للجنرال ازاد وميشا، والجنرال ازاد بيقول لميشا ان مهمتك انك تلاقي فريدي وروكي. فبتساله
بتساله ازاي 2 ضباط بالكفاءه دي اتفصلوا من الجيش، فبيقول لها ان الموضوع ده كبير وهيحكوا لها بعدين، لكنها دلوقتي لازم تلاقيهم لان الاثنين دول هم اللي يقدروا يوقفوا المقنع ويرجعوا السلاح السري. تبدا فعلا ميشا رحله البحث عن الاثنين، وبنشوف روكي واللي شغال دلوقتي راجل مطافي، وبنشوفه وهو داخل يطفي حريق، والناس بتنادي عليه وبتطلب منه انه ينقذ شيلا اللي موجوده في الحريق، فبيدخل فعلا وبيتفاجئ ان شيلا دي قطه، فبيخرجها وهو متضايق وبيصعب عليه الاكشن اللي عمله، وبيلاقي ميشا داخله عليه وبتقول له على اللي عمله المقنع والخطر اللي بيواجه البلد دلوقتي، وبتطلب منه يكون موجود في عمليه استرجاع السلاح من المقنع، وروكي بيرفض وبيقول لها ان هم رموه زمان من غير ذنب ودلوقتي طالبين مساعدته، فميشا بتسيبه وتمشي، لكنه بيجري وراها وبيقول لها ان هو مستعد يروح معاها، فبتقول له ان اول حاجه لازم يعملوها انهم يقنعوا فريدي انه يجي معاهم، فبيقول لها ان دي مهمه اصعب بكتير من مهمه المقنع. وبعدها بنشوف فريدي واللي بيشتغل دلوقتي عامل في موقع لاستخراج النفط، وبنشوف ميشا وروكي وهم جايين عليه، وبتبتدي ميشا تشرح له عن اللي عمله المقنع، وبتقول له ان المقنع اخذ السلاح وهرب بيه على انجلترا ولازم في اسرع وقت يكونوا موجودين هناك عشان يرجعوا السلاح منه، لكن فريدي بيرفض وبيكون لسه متضايق من اللي حصل معاه ومن طريقه خروجه من الخدمه، فبيحاول روكي يقنعه وبيقول له ان القصه دي مش مشكله اشخاص وان المشكله مع البلد نفسها، لكن فريدي بيصمم على الرفض وما بيرضاش يروح معاه، وبيقول له ان زمان كان حياتنا في خطر عشان البلد برضه وهم ما قدروش ده وفصلوهم من الخدمه، فميشا بتعرف ان فريدي مش هيروح معاهم، فبتقرر انها تروح هي وروكي بس، وفعلا بتاخده وبتمشي. بعدها بنشوف ميشا وروكي وهم في لندن، وبنشوف الجنرال ازاد وهو بيتصل على ميشا وبيقول لها ان المهمه سريه جدا وان روكي لو اتمسك ما ينفعش حد يعرف ان هو شغال مع الجيش الهندي، وبيقفل السكه وبيخش على مكتبه وبيلاقي المقنع قدامه، والمقنع بيقنعه ان هو هيوقف كل اللي بيعمله وبيسلم عليه، لكنه بيغدر بيه وبيضربه رصاصه في كتفه وبياخده ويمشي. وبنشوف ميشا وروكي وهم رايحين يقابلوا بام واللي بتكون طالبه في كليه الهندسه، لكن دماغها بتكون ذريه، بس روكي اول ما بيشوفها بيستهتر بيها وما بيبقاش مقتنع ان دي ممكن تساعدهم في المهمه، فبام بتتضايق من كلام روكي وبتدي له واحده في رقبته بصاع كهربائي وبتقول له انها افيد منه للمهمه دي، وبتاخدهم وبتروح على المعمل، وبيعرف روكي ان بام مخترعه وبينبهر باختراعاتها، وبتبتدي بام تشرح لهم الخطه وبتقول لهم ان الجهاز في نفق تحت نفق المترو، فلازم يعطلوا المترو عشان روكي يقدر يعدي من قدامه ويقدروا انهم يوصلوا لمكان الجهاز، وبتقول لهم انها عندها خطه تعطل بيها المترو لثواني، وخلال الثواني دي لازم روكي يكون عدى من قدام المترو، وبيبقى روكي مش مقتنع لكن ما عندوش حل تاني، وده لانه لوحده مع ميشا وبام وما عندوش اي مصدر معلومات غيرهم. وبعدين بنشوف المقنع وهو رابط الجنرال ازاد وبيقول له مهما حاولتوا مش هتقدروا توصلوا للسلاح وان محدش هيقدر يوقفه عن اللي في دماغه، وبيوصل روكي لمحطه المترو، اما ميشا فبتدخل لغرفه المراقبه في المترو وتسيطر عليها، وبتتواصل مع بام عشان تدخل تعطل المترو، وفعلا بتعطل المترو عشان روكي يقدر يعدي، وروكي بيعدي في اخر لحظه قبل ما المترو يفرمه، وبيقابل بام على الناحيه الثانيه وبيحط قنبله عشان يعمل بيها فتحه ينزل بيها للنفق اللي تحت نفق المترو، وميشا كمان بتوصل للنفق وبتفجر قنبله تعمل بيها فتحه اكبر وتنزل بعربيتها للنفق اللي تحت، وبيبتدي الاشتباك بين روكي والحراس اللي في النفق، وروكي بيبقى مسيطر على القتال من الاول للاخر، وبتكون بام منبهره بيه جدا، لكن فجاه بيظهر شخص مقنع وبتبتدي ما بينهم مواجهه، وبيحاول روكي انه يخلص على المقنع وبيشد سلسله حديد وبيسحبه بيها لفوق وبيفضل يضرب فيه، وبعدين بيوجه له طعنه في قلبه وبيرميه من فوق وبيفتكر انه كده اتخلص منه، لكنه بيتفاجئ بالمقنع واقف وراه وكأن ما حصلش حاجه، وبالعكس بيكون المره دي اقوى بكتير وبيوجه ضربات شديده لروكي اللي في الاخر ما بيقدرش يقاوم، والحراس بيتلموا عليه وبيسيطروا عليه هو وميشا وبام، وبتبان ان دي نهايه روكي. وفجاه بنشوف صوت جاي من بره وبيكون صوت بطل الحدوته الثاني واللي هو فريدي، وبيكون شايل على كتفه ار بي جي وداخل على النفق، وبيقلب فريدي المعادله ويبتدي هو وروكي يتخلصوا من كل الموجودين، وبام بتحاول تظهر اعجابها بفريدي لكنه بيضرب طلقه في الهواء وبيقول لها تشاور له على مكان الخزنه، فبتشاور بام على مكان الخزنه وبيروحوا على الخزنه، وهم في الطريق للخزنه بيظهر حراس تانيين وبيبتدي بينهم مواجهه تانيه، وفريدي وروكي بيقدروا يكسبوا في المواجهه دي، لكنهم بيتفاجئوا بالمقنع اللي بيظهر من تاني وبيحاولوا يهجموا عليه لكن الضرب ما بيأثرش فيه، وبنشوف المقنع وهو بيضرب فريدي وروكي، وقبل ما يقوموا من على الارض بتيجي ميشا وبتشيل المقنع بالعربيه وتخبطه في الحيط، وهم بيكلموها بيلاقي المقنع واقف تاني على رجليه، فبيبقوا مش مستوعبين ايه الكائن ده وازاي ما بيأثرش فيه اي حاجه، فبيعملوا تفجير عشان يحجزوه عنهم وبيتوجهوا للخزنه، وفعلا بيوصلوا للخزنه وبتحاول بام انها تفك شفرات الخزنه وبتنجح بام وبيدخلوا جواها، لكن المفاجاه ان الموجود جوه الخزنه مش الجهاز، وبيكون جوه الخزنه ست متكتفه وبنعرف انها بيريا وانها عنصر من عناصر الجيش الهندي، وروكي وفريدي يعرفوها من زمان، فبتحكي لهم بيريا انها كانت شغاله مع الجنرال ازاد وانهم وقت ما طوروا النظام الدفاعي للهند كان لازم يحفظوا شفرات اجهزه الدفاع دي في مكان ما حدش يقدر يوصل له، ولانهم خافوا من التطور التكنولوجي في الاختراق فقرروا يحفظوا الشفرات دي في دماغ بيريا، ففريدي بيقول ان معنى كده ان الجهاز هو مخ بيريا، وهنا عرف روكي ان فريدي كان على تواصل مع الجيش في السر وانه جاي عشان بيريا مش عشانه، فبيتضايق، وفريدي بيقول لهم ان اكيد ده فخ وان المقنع عمل كده عشان يجمعهم هنا ويقتلهم هما الاثنين، وفعلا بيكون كلامه صح وبيوصلوا رجاله المقنع وبياخدوا بيريا وبيشيلوها بعيد وبيحاولوا يقتلوا فريدي وريكو لكنهم ما بيقدروش، فبياخدوا بيريا وبيهربوا بيها، وفريدي وريكو بياخدوا موتوسيكلات وبيجروا وراهم وبيحاولوا يضربوا عليهم نار عشان يوقفوهم، وبتكون بام سايقه عربيه ومعاها ميشا، وميشا بتقول لبام تركز في الطريق وبتبتدي تضرب قذيفه على العربيه اللي محجوزه فيها بيريا، فعلا بتكسر الباب وبيقدر روكي يوصل للعربيه ويدخل جواها وبيقتل الحارس اللي مع المقنع وبيحاول
بيحاول ان هو يتخلص من المقنع لكن ما بيقدرش، حتى بعد بيريا ما بتضربه بالسكينه ما بيأثرش فيه حاجه. وفريدي بيحاول يوصل لهم لكن بيتفاجئ بمقنع تاني بيضرب عليه نار من طياره، وبيبلغ روكي ان في واحد مقنع تاني. فروكي بيقول له هو احنا خلصنا من الاولاني لما يظهر لنا واحد تاني؟ فبيحاول فريدي انه يهرب من المقنع اللي في الطياره، وميشا بتوصل لسواق العربيه والحارس اللي معاه وبتحاول تتخلص منهم عشان توقف العربيه، وفعلا بتتخلص منهم وبتسوق هي العربيه. ولما المقنع اللي في الطياره بيشوف كده بينزل من الطياره على العربيه، وهنا فريدي بيطير بالموتوسيكل اللي سايقه وبيخليه يضرب في الطياره ويفجرها، وبيقدر فعلا ان هو يتخلص من الطياره وبينزل على العربيه وبيبقى في مواجهه مع المقنع التاني، وبيبقى روكي جوه العربيه في مواجهه مع مقنع وفريدي مع المقنع التاني فوق العربيه. وبعد شويه بنشوف روكي وهو بيوقع المقنع اللي معاه من العربيه، لكن فريدي ما بيبقاش قادر على المقنع اللي معاه، فميشا بتضرب فرمله مره واحده عشان توقع المقنع، وفعلا بيقع من فوق العربيه. لكن بتيجي عربيه تانيه وتخبط في عربيتهم وتوقفها، وبنلاقي عربيات تانيه كتير بينزل منها رجاله المقنع وبيقبضوا عليهم كلهم، والوحيده اللي بتقدر تهرب هي بام. وبيظهر المقنع الرئيسي اللي عامل الليله دي كلها وبيبص لفريدي وروكي بيقول لهم انتوا طبعا مش عارفين انا مين، فبيبصوا له ويتريقوا عليه بسبب القناع اللي هو لابسه. فبيقلع القناع وبتكون المفاجاه لانه بيطلع صاحبهم القديم اللي اسمه كبير واللي كان شغال مع الجيش الهندي زمان. لكن مش دي المفاجاه الوحيده، المفاجاه الاكبر الاثنين المقنعين اللي وراه واللي بيكونوا نسخه من فريدي وروكي. والمقنع بياخد فريدي وروكي وبيروح على مكانه الاساسي، وبيكون مقيد فريدي وروكي بالحديد ومجهز لهم مكان عشان يخلص منهم. وقبل ما يخلص عليهم بيحكي لميشا مين هو بالظبط، وده لان ميشا هي الوحيده اللي ما تعرفوش، وبيحكي لها انه من 7 سنين واكتر كان هو الثالث بتاع فريدي وروكي وكانوا اقرب ناس لبعضيهم، وكان كبير شركته شغاله مع الجيش الهندي وكانت امورهم كلها تمام. وبيحكي لهم لما كانوا في حفله بيحتفلوا بيها بنجاح اخر مهمه ليهم، وبنشوف بيريا في الحفله وبنعرف ان فريدي عايز يرتبط بيها وبيتحايل على روكي انه يساعده، وروكي فعلا بيساعده عشان يلفت نظرها. وفي اخر الحفله بيتقدم لها وهي بتوافق. وبعدها بنشوف كبير وهو بيعرض اختراع شغال عليه على قيادات الجيش الهندي، وبيقول لهم انه شغال على الاختراع ده من 15 سنه وهو عباره عن جنود من الروبوتات، وان هو طور نموذج الروبوتات دي عشان تعالج نفسها ذاتيا، يعني مش هيأثر فيهم اي اصابه. وبيوريهم هولوجرام لنماذج روبوتات شغال عليهم وبتكون نسخ من فريدي وروكي، وبيقول لهم ان الجنود دي فيهم اكبر ميزه انهم بيطيعوا الاوامر بس، يعني مش هيبوظوا اي مهمه بسبب عصيان الاوامر، ومش هيكون عندنا شهداء تاني. لكن الكلام ده ما بيعجبش قاده الجيش وبيسيبوا الاجتماع ويمشوا. والجنرال الازاد بيقول لميشا ان مشروعك كويس لكن في حاجه انت مش واخد بالك منها، انك قلت ان الجنود دول ما بيعصوش الاوامر، ودي مشكله انت مش عامل لها حساب، لان الجنود دي لو سيطر عليهم اي حد خاين ممكن يخليهم يخلصوا على الجيش كله، لانهم ما عندهمش مشاعر ولا يعرفوا يعني ايه بلد. والجنرال ازاد بيعمل تصويت على مشروع كبير لكن الكل بيرفض حتى اصحابه فريدي وروكي، وبيتضايق كبير لانه شغال من سنين على المشروع ده، وبيغضب لدرجه انه كان عايز يضرب الجنرال ازاد، لكن فريدي وروكي بيسيطروا عليه. وبيرجع كبير على المعمل بتاعه وبيقول لبيريا انه هيكمل اختراعه وانه هيبيعه لاي دوله معاديه للهند عشان لما يغلبوهم يعرفوا قيمه اختراعه وان هو كان صح في اللي بيعمله. لكن بيريا صورت الكلام ده كله وبعتته للجنرال ازاد، وعلى طول بيستدعي فريدي وروكي وبيكلفهم انهم يقبضوا على كبير عشان يتقدم للمحاكمه بتهمه الخيانه. وفي الوقت ده بيكون كبير في المعمل بتاعه وبيستعد لانتاج اول روبوت واللي بيكون على شكل كبير نفسه. بعدها فريدي وروكي بيقتحموا معمل كبير، فكبير بيطلب من رجالته انهم يعطلوهم على قد ما يقدروا لان الروبوت خلاص على وشك انه يبدا يشتغل. لكن فريدي وروكي بيتخلصوا من كل رجاله كبير وبيوصلوا له قبل ما الروبوت يشتغل، وساعتها كبير بيمسك بيريا وبيهددهم ان هو يقتلها، وبيتكلم معاهم كاصدقاء وبيطلب منهم ان هم يشتغلوا معاه وانهم لو عملوا كده هيقدروا يتحكموا في العالم كله. فبيتاكدوا ان كبير مش هيرجع عن اللي في دماغه وانه خلاص بقى خاين، فبيخلصوا عليه. لكن الجنرال ازاد ما بيعجبوش الكلام ده لانه كان عايزهم يجيبوا كبير وهو عايش، وده عشان يقدموا للمحاكمه، وبسبب مخالفتهم للاوامر الجنرال ازاد بيقدمهم للمحاكمه وبيتحكم عليهم وبيتفصلوا من الخدمه. وبسبب كده فريدي بينفصل عن بيريا لانه شايف انهم مش هيقدروا يكملوا مع بعض. وبنرجع تاني للمكان السري بتاع كبير، وبيكون فريدي وروكي لسه بيفكروا ازاي كبير لسه عايش مع انهم قتلوه زمان، لكن كبير بيعرفهم ان اللي قتلوه يبقى الروبوت مش هو، وانه كان بيكلمهم من بعيد واللي كان واقف قدامهم يبقى الروبوت، لكن ما كانش الروبوت لسه اتطور انه يعالج نفسه ذاتيا، وعشان كده قدروا يقتلوه. وعشان كده هو بينتقم منهم هم كمان لانهم قتلوا اول نسخه ليه واول خطوه في مشروعه. وبيخرج الجنرال ازاد قدامهم وبيقتله قدام عينيهم، وبيبان ان هو عمل نسخه تانية من الجنرال ازاد نفسه، وبيقول لهم ان هو هيخلص على الهند كلها بمساعده النسخ اللي عملها لانهم هيشتغلوا مكانهم وهينفذوا اللي هو عايزه. وبيولع في الخشب اللي هم واقفين عليه وبياخد بيريا معاه وبيمشي. وفريدي وروكي بيبقوا عارفين انه بمجرد موتهم هيكون الموضوع انتهى وكبير هينتصر وهيدمر الهند كلها، فبيبداوا يكسروا الخشب اللي مولع حواليهم وبيخلصوا نفسهم. وبعد مواجهه كبيره بيقدروا يخلصوا من الحراس وبيقتلوهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلصوا منهم كلهم. وبتوصل بام وهي راكبه طياره من اختراعها وبتدمر المعدات بتاعت رجاله كبير كلها. وبكده بيتجمعوا الاربعه فريدي وروكي وميشا وبان وبياخدوا جثه الجنرال ازاد وبيرجعوا بيها على الهند، وبيحكوا للقضاء على كل اللي حصل وبيعرفوهم ان كبير ناوي يبيع اختراعه للدول المعاديه للهند. وكبير بيرجع على المعمل بتاعه القديم اللي كان محطوط تحت الحراسه لكنه بيخلص على كل الحراسه الموجوده، وبيدخل المعمل وهو واخد بيريا معاه، وده عشان يستخرج من دماغها شفرات الانظمه الدفاعيه. لكن فريدي وروكي بيكونوا بيجهزوا عشان يوقفوا خطته، وده بعد ما وزير الدفاع رجعهم للخدمه تاني.
تاني، وبيتحركوا فعلا بالطياره على مكان المعمل بتاع كبير. واول ما بيقربوا بنشوف صاروخ جاي على الطياره وفعلا بيصيبها، لكن فريدي بيوجه الطياره على قاعده الصواريخ. وقتها الطياره بتنفجر وبتدمر قاعده الصواريخ، والقاده بيفتكروا ان فريدي وروكي ماتوا، ان الموضوع خلاص انتهى. لكن بيظهر فريدي وروكي بعد ما قدروا ينطوا من الطياره قبل ما تنفجر، وبيبداوا في قتل رجاله كبير بمساعده ميشا وبام. وفي الوقت ده بيكون كبير قدر يسيطر على بيريا وبيتحكم في دماغها، وبيوصل لكلمه السر وبيغيرها عشان محدش يبقى عارفها غيره. وبره فريدي وروكي بيكونوا خلصوا على معظم رجاله كبير، لحد ما بيظهر نسختين الروبوت بتوعهم وبتبدا ما بينهم المواجهه. لكن الروبوتات بتبقى مسيطره على المواجهه كلها، وده بسبب قوتهم الجباره وان ما بيأثرش فيهم اي حاجه. فهنا فريدي وروكي بيبدلوا اماكنهم عشان كل واحد يبقى مواجه للنسخه بتاعته، لان كل واحد بيبقى عارف حركاته بالظبط. ولما بيعملوا كده الميزان بيتغير، وبيبتدي كل واحد فيهم يسيطر على النسخه بتاعته، لكن برضه من غير ما يحصل لهم اي حاجه. وبتتواصل معاهم بام وبتعرفهم ان دول مش هيموتوا مهما ضربوه، وده لانها مع بيريا اللي بقى لها ساعه بتضرب في نسخه ازاد وما بيحصلوش حاجه، وان النسخ دي لازم تتعرض لضغط عالي عشان يموت. ففريدي وروكي بيركبوا عربيه وبيستدرجوا الثلاث نسخ عشان يجروا وراهم، وبيروحوا على منطقه ضغط عالي وبيتحركوا بالعربيه لحد ما بيخلوهم يخبطوا ببرج الضغط العالي، وبيحصل انفجار كبير وهنا بيقدروا يتخلصوا منهم. وفي اللحظه دي بنشوف كبير وهو بيبتدي يوجه الصواريخ على باكستان وافغانستان والصين عشان تبان انها مضروبه من الهند، وبكده الدول دي تحارب الهند وتكون هي دي النهايه اللي هو عايزها. ولما بيلاقي ان فريدي وروكي جايين عليه بيستمد شحنه زياده عشان يكون اقوى، وبيكون كبير زارع قنابل في كل مكان عشان يفجرها في فريدي وروكي، لكنهم بيقدروا يهربوا من القنابل وبيدخلوا معاه في مواجهه عشان يقدروا يعرفوا منه كلمه السر ويقدروا يوقفوا اطلاق الصواريخ. وبيتفاجئوا ان كبير قوته خرافيه ومش بيتاثر باي حاجه، لكن فريدي وروكي بيتعاونوا مع بعض وبيبداوا يضربوا فيه لحد ما فريدي بيقدر ان هو يخترق جسمه برمح، وبيقدروا فعلا يقتلوه. لكن في الوقت ده بتكون فعلا الصواريخ انطلقت، والحل الوحيد انهم يعرفوا كلمه السر ويعملوا ستاره قدام الصواريخ دي قبل ما تخرج من حدود الهند، وبيبتدوا يحاولوا يخمنوا كلمه سر. لكن روكي بيستخدم محاوله والتانيه غلط، وبكده بتكون المحاوله الثالثه هي الاخيره اللي يا اما تنجح يا اما تضيع كل حاجه. وهنا بيريا بتقول لروكي ان كبير عمل كل ده عشان نسخته اللي ماتت، فبيكتب روكي اسم اول نسخه الكبير، وفعلا بتكون هي دي كلمه السر الصح. وبيعملوا جدار قدام كل الصواريخ، والصواريخ فعلا بتنفجر قبل ما تخرج بره حدود الهند، وفريدي بيخرج بيريا بره المعمل، وبعدين بيرجع لروكي عشان يخرجوا مع بعض زي ما كانوا على طول مع بعض. وفعلا بيقدروا يخرجوا من المعمل قبل ما ينفجر، وبينجحوا في مهمتهم زي كل المهمات اللي فاتت، وبيكونوا قدروا ينقذوا الهند من الكارثه اللي كان هيعملها كبير. لكن اللي مش معمول حسابه ان كبير نفسه لسه عايش وانه ما ماتش بعد كل اللي حصل. وبكده بنعرف ان في لسه جزء تاني. لو عجبك الجزء الاول ما تنساش اللايك، ولو حابب تشوف الجزء التاني اول ما ينزل ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الملخصات الجديده اول باول. واحلى سلام.